السلام عليكم. انا جاي النهارده اتكلم عن تشيلسي وويست هام، وحقيقه انا فرحان ان انا بتكلم عن الماتش ده عشان يعني الحمد لله كرة القدم ما بقتش 100% الحاجة اللي هي طول ما انت معاك فيها فلوس كتير جدا هتكسب كل البطولات، طول ما انت معاك فلوس كتير جدا هتعمل فرقة تموت كل الناس، تجيب 3 نقط تكسب بطولات وكده. يعني احنا لو بصينا على تشيلسي ب 400 مليون اتصرفوا هتلاقي 100 مليون بتباص ل 80، بتباص ل 60، تبديل ب 160 مليون، بيباصوا ورا الجون ب 40 مليون، مهاجم ب 35 مليون. فاللي هو ايه ده يا جماعة؟ بس مش مهم، خلونا نخش على طول. الماتش كان متكافئ جدا في الشوط الاول فقط. اضافه ويست هام للعيب لخط لعيب بقيمه جيمس وورد براوس لخط وسطها اضافه قويه جدا هتريحها على مدار السيزون. لعيب معاه كل الكرات الثابته، بيشوط فاولات من اي حته بتيجي جون. كلنا عارفين جيمس وورد براوس، يعني لسه مش بنتعرف عليه. كورنرات بتاعته زي ما شفنا، عمل كورنر دوا نزلت على راس الواد، حطها سانشيز مستغرب ازاي الكره لفت كده ونزلت على راس الواد، لها في الجون. تشيلسي لسه توليفه اللي بيحاول يعملها بوتشينو، التوليفه لسه ورافضه تركب على بعض. يعني لسه جاكسون كمهاجم صريح لتشيلسي مع غياب نكونكو لسه محتاج وقت كبير جدا. راح وهدد كان المفروض ليه ضربه جزاء بس اتحسبت اوفسايد. ستيرلينج من اكتر اللعيبه اللي عجباني في تشيلسي، اللي هو اللعيب اللي بيحارب على مكانه وسط الناس الجديده دي كلها. بيعمل جاب بيلنتي اتشاطت من انزو، لعيب ب 100 مليون وتصدت. ده يعني انا مش بتريق انه لعيب ب 100 مليون وبيضيع بيلنتي، كل الناس بتضيع بيلنتيز، بس يعني اللي هو انت المفروض مستني منه اكتر من كده، يبقى عندك الجرينتا اللي انت حابب تتعادل. كوره برده في منطقه الجزاء بتاعت ويست هام في اخر الشوط الاول. شكاويكي استلم رقص اتنين وحطها في البعيده، حلوه الصراحه كوره حلوه، الحلو يتقال. اما فرص حقيقيه بعد اللي حصل ده كله ما كانش فيه اي حاجه غير كره الباكيتا من وسط هام، كان برضو في وسط الدربكه دي راح شاطها خبطت في العارضه وخارجه. ده كان بالنسبه للشوط الاول، كان شوط متكافئ. بالنسبه بقى للشوط الثاني ما تعرفش ايه حصل. الشوط الثاني ما تعرفش ايه حصل. اللعيبه نزلت مش سكرانه، يعني وخاصه لعيبه تشيلسي نزلت مش عارف قال لهم ايه في غرف تبديل الملابس حقيقي، ولا الغرفه اللي هم بيقعدوا يتكلموا فيها دي، نزلت بعيده قوي عن الماتش. ويست هام نزلت عارفه هي عايزه تعمل ايه في الماتش. ديفيد مويز برضو مدرب صايع ذو خبره رهيبه، نزل الكرة لخبطه في نص الملعب. جيمس وورد براوز برضو اول لعيب في الدوري الانجليزي في اول ماتش ليه مع فرقه مختلفه يعمل 2 اسيست، هو عملهم. لعبها لانطونيو مع تياجو سيلفا، هوبا يمين هوبا شمال مش عارف ايه، ضربها بوش رجله الناحيه الثانيه، سانشيز جابها من الجون عادي خالص. الماتش بيمشي شويه. طرد لويست هام، المدافع كان عنده انذار، فانذار الطرد، فاصبح ان ويست هام بتلعب ناقصه واحد والماتش 2-1 لويست هام. فكل الناس توقعت ان الماتش تشيلسي هتضغط بضغط رهيب جدا وان الماتش رايح للتعادل ان لم يكن ان تشيلسي هتخلص. بس اتفاجئنا ويست هام بصياعه ديفيد مويز برضو، اللي هو بيسحب بن رحمه ويدخل اجبونه، بيسحب سوتشيك وينزل مش عارف مين. فخلى الفريق شكله متماسك للايرز فوق بعض، دفاع بخط وسط بهجوم، ان الكره لما بتترد فيه لعيبه بتروح وبتجيب فاولات. باكيتا الحلاوه دي، باكيتا بيعرف العالم ليه مانشستر سيتي عايز يشتري باكيتا اللاعب امبارح 100 دقيقه ما وقفش فيهم. نزول موسيس كايسيدو في ماتش زي امبارح ده كان اكبر غلطه. ان انت فريقك بتلعب اوي وبتلعب خسران 2-1 ومنزل موسيس كايسيدو في ضغط زي ده، اللي هو انا لو مشجع ليفربولي هشكر ربنا ان الحمد لله احنا ما خلصناش في لعيب زي ده، مش عشان هو وحش، عشان هو ما يستاهلش 130 مليون، مش عشان هو ما يستاهلش 130 مليون. لعيب كان لسه بيكتشف كرة القدم امبارح، العيال بتبصيله الكرة بتطول منه، ايه ده، بتتقطع وبتترد. امبارح باكيتا كان عمال يستفز فيه وهو استفزه وعمال يقول لهم لا سيبوهولي، لا يا حبيبي هي مش خناقه، المفروض لعيب محترف، لعيب بتلعب تحت ضغط. راح برضو كان باكيتا ولا كان مين، كان فورلانز مش عارف كان مين، برضو راح دخل في منطقه الجزاء ولبسه ضربه جزاء. كان ايميرسون لعيب تشيلسي، دخل بيرقص واحد واثنين وهو عايز ياخد منه الكرة، راح هو مد رجله قبليه راح لبسه ضربه جزاء. نزول كايسيدو نزول غير موفق بالمره، دخل باكيتا وحطها بمنتهى الهدوء اللي في الدنيا وموت الماتش، والماتش خلص 3-1. ماتش رائع من ويست هام، لا يقلل من ويست هام، بس برضه يدل على ضعف تشيلسي في عدم التكافؤ، عدم ان هم لسه الفرقه مش راكبه على بعض. تشيلسي
مش محتاجه فلوس بس، تشيلسي محتاجه وقت. لسه تشيلسي هنفضل نشوفها الفريق اللي هو مش عارف يكسب. يعني من وجهه نظري ان تشيلسي المفروض تشكر ربنا جدا في اول ماتش ليها قدام ليفربول، ان ليفربول لو كانت الفريق بتاع من سنتين ثلاثه اللي هو وصلوا 2 فاينل تشامبيونز ليج، وصلوا مرتين ان الدوري يخسروه على نقطه، كانت سفلتتهم وكان الماتش على ارضهم، والله كانت سفلتتهم. بس لسوء لحسن الحظ ان ليفربول مش الفريق القوي، ليفربول مش الفريق القوي بدايه من السيزون ده وطبعا من السيزون اللي فات. فكان الماتش يعتبر ايه، ما بين فرقتين تعبانين. فالماتش خلص 1-1 بتاع ليفربول، وامبارح خسروا 3-1. فاللي جاي ايه لتشيلسي حقيقي؟ تشيلسي محتاجه ايه؟ تشيلسي هتشتري لعيبه ثانيه؟ لا ما اعتقدش. هتشتري فين يعني؟ في انهي مركز ناقص عند تشيلسي؟ فتشيلسي هتروح تشتري لعيبه فيه. بس تشيلسي محتاجه وقت، والوقت ده هتاخده مع الماتشات. بس عقبال ما الماتشات دي تاخدها هيتداس على وشها كتير جدا، وهتفضل تشيلسي الموسم اللي فات اللي هي بتخسر نقط كتير جدا. هو تشيلسي من ماتشين المفروض تكون جابت منهم 6 نقط، جابت منهم نقطه واحده، حتى مش نقطتين. وويست هام برضو فريق من توب 10 الدوري الانجليزي، مش توب 4 ولا توب 5، توب 10 الدوري الانجليزي. فريق تقيل، فريق تقيل، فريق رخم، ملعب رخم. بس برضه المفروض ان انت تشيلسي بالصرف ده، بالتفكير ده، بمدرب متمرس دوري انجليزي، بكل حاجه، ان انت اداك يبقى احسن من كده. تشيلسي كانت وحشه جدا الشوط الثاني، مفيش ابداع. اللعيبه كلها بتطلع من نص الملعب بتباصي، قبل ما الكوره توصل لمهاجمين تشيلسي بتلاقي مدافعين ويست هام قطع الكوره. طب ده عيب في مين؟ ده عيب في مين يعني؟ هل يا ترى ده عيب في طريقه لعب مدرب؟ هل يا ترى ده عيب في ايه؟ وطلعوا لعيبه كتير جدا كانوا ممكن يستغلوها. انا شايف ان هم كانوا ممكن يستغلوا لعيب زي هافرز، كانوا ممكن يستغلوا لعيب زي ماونت. ليه ضحوا بكل ده مجرد ان هم يشتروا لعيبه كتيره؟ خلينا نشوف ايه اللي هيحصل مع تشيلسي في الفترات الجايه، خاصه الماتشات تشيلسي اللي جايه مستواها متوسط، مش اصعب حاجه ولا اسهل حاجه. خلينا نشوف بوتشينو هيتعامل ازاي، هيلم جراح تشيلسي وجماهير تشيلسي ازاي. ده كان كل حاجه ليها علاقه بالماتش. لو وصلك الفيديو اشترك في القناه، شكرا، اشوفكم.